ما سمعناش ابتهال من الشيخ محمد سعيد محجوب علشان يرد لنا على المنشد احمد غرابة. اه هي الموضوع ده بيبقى مرتبط بقوة القفص الصدري والرئتين والحجاب الحاجز. بس الشيخ نصر الدين طوبار كان يعني في جسم حضرتك كده. لا بس كان صوته ايه ده، بسم الله ما شاء الله. حاجة هتسمعنا ايه؟ هنقول اللي هيطلع مني. قول يلا توكل على الله. تركت باب الرجا والناس قد رقوا. ايوه يا سيدي. لا اله الا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. سبحانك سبحانك أنت العفو أنت الغفور أنت العفو وأنت الغفور سبحانك اللهم إنك عفو غفور فاعف عنا. اللهم إنك عفو غفور فاعف عنا يا كريم يا رب يا أكرم الأكرمين يا رب. جميل، رجعتنا للذكريات الجميلة. ننتقل إلى زي ما وعدناكم في البداية إنه خيمتنا في خيمة قناة الدلتا الفضائية تحديدا يوم الأربعاء، انحياز لليوم يعني دائما متنوعة. دكتور مصطفى محمد أبو إسماعيل، دكتور أو دكتوراه في البلاغة القرآنية ومأذون أول طنطا. برحب بحضرتك، كل سنة وأنت طيب. يعني كلمتين كده، إنه معجزة الإسلام هي في القرآن حتى يظل باقيا حتى آخر ثانية في عمر هذا الكون، فيكون هو الدليل لأن سيدنا محمد هو النبي الخاتم، فلا بد أن تكون معجزته مستمرة حتى قيام الساعة، لأنه كل الأنبياء الكرام كانت رسالتهم محدودة بمكان وزمان وآفة ومرض معين. لكن البلاغة في القرآن حاجة متسعة جدا. لكن أكيد رسالة حضرتك كانت في شطر، كان موضوعها إيه؟ والكل عام وأنتم بخير، والشكر موصول لحضرتك وللسادة يعني أصحاب قناة الدلتا أو القائمين أصحاب القناة الدولة القائمين على قناة الدلتا قدام الكاميرا وورا الكاميرا. وطبعا الشكر موصول لكل السادة المتحدثين اللي سبقونا. نعم، والضيوف. الحقيقة ان القرآن الكريم هو معجزة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة. كان الامر قبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان كل رسول بيأتي بمعجزة تنفع للقوم بتوعه. سيدنا موسى كان قومه شاطرين جدا في السحر. ده كان السلاح، سلاح فرعون. نعم، عندما كده فرض التحدي وتعالوا في الساحة والكلام ده. نعم، فربنا سبحانه وتعالى قلب له العصاية فعلا حية، ولم يخيل إليه من سحرها أنها تسعى،
لكن الحية نفسها انقلبت. أخاف سيدنا موسى في أول تجربة. ده أخاف سيدنا موسى وأخاف الصحراء، لأن الصحراء ما بينسحروش، الصحراء هيشوفوا الحبال حبال والعصاية عصاية، لكن بقدرة الله، نعم بقدرة الله العصا انقلبت تعبان حي، كائن حي. طب وسيدنا عيسى ربنا سبحانه وتعالى جعل قومه شاطرين جدا في الطب، وبس ما يعرفوش يبرئوا الأكمه والأبرص ولا يحيي الموت، فربنا سبحانه وتعالى جعل على إيده إحياء الميت، علشان كده أعجزه. أما العرب كانوا شاطرين جدا في اللغة، لغة الفصاحة والكلام والشعر، بيعملوا أسواق. نعم أسواق حتى نعم حتى إن هم كانوا عندهم ما يسمى بالمعلقات، ودي آخر نتاج البشرية العربية في لغة الشعر. لا ده كمان الشاعر كان بيبقى رقم واحد في المعركة، كان هو اللي بيتقدم الصفوف علشان يعني يعطيهم كم بيت حماسي في الدنيا. نعم فجاءت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة من نفس جنس الكلام اللي هو النظم الشريف اللي هو القرآن الكريم. ثم تحداهم، هاتوا 10 صور، ما عرفوش. طيب هاتوا نعم، طب تحداهم بأصغر صورة منه، برضو ما عرفوش. ليه؟ لأن النظم الشريف في عشرات الآلاف لا ومش هننسى القصة الشهيرة، الراجل اللي كان بيروح يتصنت عليهم وهم بيقرأوا القرآن، وبعدين رجع قال لهم لا ده مش ده الكلام اللي احنا وأسلم. شرفتنا. هرجع لحضرتك في سؤال آخر بالنسبة للمأذون وكواليس المأذون والمواقف والطرائف، ولكن أرحب بالدكتور وائل الملوك، استشاري أول علاج الأورام ونائب مدير معهد ناصر سابقا، وحاليا رئيس قسم أورام بمستشفى خاص بالمملكة السعودية الشقيقة. أهلا دكتور وائل، أهلا بحضرتك. أنا عايز في لمحة كده يعني نستغل وجود حضرتك معانا. هو إيه جوهر الأورام؟ إيه الجوهر؟ قرب لحضرتك كده شوية. اتفضل. انا هقول لحضرتك يعني هقسم الموضوع، في مسبب وفي سبب وفي تشخيص وفي علاج. المسبب انا يعني ممكن نتكلم في كل واحده منهم 10 15 حلقه، بس ندي مسائل بسيطه، امثله بسيطه، رسائل سريعه. فالمسبب ممكن مثلا السجاير مثلا. قال الله سبحانه وتعالى والحب والعسف والريحان. احنا بنجيب دلوقتي حبه الغله ونشيل قشرها وناكل العيش الفين والعيش الكلام ده مسبب اول لسرطان القولون. فانت خد القرآن والسنة إيه نخليه ردة، والردة دي مفيدة جدا. هو ده الحبة والعصف والريحان أقسم الله بها سبحانه وتعالى، ويعدلني الشيخ محجوب والشيخ مصطفى والدكتور إبراهيم برضو. القرآن والسنة فيهم كتالوج بتاع البني آدم، ياكل إيه ويشرب إيه وما ياكلش إيه وما يشربش إيه وما يعملش إيه ويعمل إيه. فالذهب مثلا مسارة للجلد وحرمه الله سبحانه وتعالى. هنقول لحم الخنزير، انا ما بقولش لحم الخنزير ربنا حرمه، احنا ما بناكلوش خلاص، ده تحريم مش، ولكن لا ما ندورش ايه السبب احنا، وده برضه يعدلون فيه الشيوخ، يعني مش من حقنا ندور السبب، لكن الاجانب بيدوروا السبب في السبب. فيلاقي مسرطن لانه بياكل زباله وبياكل حاجات مش كويس. فالقرآن والسنه هم دول اساس المسببات. في حاجات احنا بنعملها واحنا اللي بنغير مكونات الحاجه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، وده بيسبب السرطان. وده الكتالوج بتاعنا هو القرآن والسنه. فدلوقتي ايه الجديد في الاورام لو حضرتك عايز تعرف؟ طبعا السبب بيبقى دايما غالبا اللي احنا اكتشفناه دلوقتي. لغايه دلوقتي في نظريات كتيره، ولكن في نظريتين قويين جدا. النظريه الاولى هي تغيير في جين الجسم. لو مثلنا الجسم على انه مثلا ساعه بالتروس بتاعت زمان دي، بتاعت اللي فيها تروس. فالساعه دي بتتصنع، وهي بتتصنع في كل واحده تشيك بوينت لغايه ما تطلع الساعه دي في واحد يبص عليها سليمه ولا مش سليمه. سليمه يعديها، مش سليمه يكسرها يا يصلحها. لو فشل هو الراجل اللي قاعد ده يعمل كده بسبب سجاير، بسبب تغيير الخلايا في الجسم بقى. دي خلايا مخصوصه للتشيك بوينت. في خلايا بتلتهم الخلايا السرطانيه اللي هي تموتها. ايوه، من جزء منها المناعه، يا اما يموتها يا اما يموت الخلايا دي لانها بقت شارده، يا اما يصلحها. لو صلحها وعدت خير وبركه، كسرها خلاص ما فيش كانسر، ما صلحهاش وعدت بقت كانسر. دكتور مصطفى السيد، طبعا حضرت انا منذ سنوات لما رجع من امريكا والعلاج بذرات الذهب. دكتور مصطفى السيد،
هل تم استخدام ذرات الذهب في العلاج الآن ولا لسه محل تجريب؟ بس عشان نبقى عارفين التجارب دي بتمر باكتر من مرحله، في مرحله 0 1 2 3 4، هي لسه في مرحله 0 ولم تطبق على البني ادمين، هي على تجارب الفئران، وما حدش ياخد بيها حاجه، لان في ادويه عشان تبقى حضرتك عارف نزلت في الماركت عدد 0 و1 و2 و3 و4 دراسه، ونزلت الماركت واتسحبت بعد شهرين 3 لانها بتسبب وقف في القلب مثلا، وفي امثله كتير على كده. ففيز 0 ده لا تعتبره، حتى فيز 1 ولا فيز 2، حتى المرحله الاولى والثانيه لا تعتبرها خالص ولا تحطها الا لما تطلع نتائج منها فعلا. بس في الاخر انا يعني لو انت عايز رايي الشخصي ويغلطوني فيه الشيوخ لو في حاجه، الذهب مسرطن كالجلد، فازاي انا بس والله نقطه جميله جدا. اشكرك دكتور وائل على المعلومات السريعه الجميله. وطبعا محتاج المفترض هندخل على الفقره الاخيره دلوقتي. مش كده اختم يا ايمن؟ اغنيه؟ طب والختام؟ طب انا هختم واخلي الفرقه هي تختم بالمزيكا بتاعتها والغنوه بتاعتها. لسه؟ طيب احنا وصلنا طبعا الى قارئة الفنجان، الشاعر العتويل العملاق نزار قباني، وجلست والخوف بعينيها، ولحن المبدع بليغ محمد الموجي، وأداء العندليب عبد الحليم. اتفضل. بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا، وتغدو امرأة يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا. بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا، وتغدو امرأة يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا. لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود، فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها، يا ولدي مفقود مفقود مفقود، يا ولدي يا ولدي.
جميل. ختام جميل لخيمة النهاردة، خيمة يوم الأربعاء على شاشة قناة الدلتا الفضائية. بشكر الفرقة اسما شكرا جزيلا. بشكر كل ضيوفنا اللي أسعدونا النهاردة، بشكرهم شكرا جزيلا. وفي الختام حابب أوجه التحية لكل المشاهدين وكل السادة الحضور. مني أنا شاكر عمارة، وفي الإعداد الزميلة ناني عبد اللطيف ورشا حسين، وايضا الزميله نرمين واصل جايه متعاونه معانا النهارده بنشكرها. في خلف الكاميرا الزميله مريان، وفي الاخراج ايمن سليمان واسامه قلقيله وخالد مخلص. ايضا زميل محمود السباح في الاعداد ايضا ما نساهوش. ونتمنى ان احنا نكون قضينا وقت جميل معاكم النهارده، ودائما نلتقي بكم في الأربعاء القادم إن شاء الله، اللي هيكون قبل العيد بيومين. كل سنة وحضراتكم بخير، نترككم في أمان الله.